كم طالت رحلة العودة إلى الديار إلى مسقط الرأس. المسافة هي نفسها التي تعود عمر قطعها منذ أن انتقل من شيشاوة إلى البيضاء ليشتغل في البناء، لكن الذي تغير هو عشقه لابنة الجيران. غدا يخاف أن يعود يوما ويكتشف أنها قد تزوجت غيره. عمر مصمم العزم هذه المرة على أن يستغل فرصة حضور حفل زفاف ابن عمه لرؤية حبيبة والحسم في أمر زواجه. نظرة واحدة منها أزاحت حملا ثقيلا عن ظهره. الليلة سيكلف عمه بإخبار أبيه بالموضوع، وأمله أن تتم الخطبة قبل عودته إلى عمله. يقع إقليم شيشاوة في السهول الشمالية لجبال الأطلس الكبير، ويمتد من إقليم الحوز شرقا إلى إقليم الصويرة غربا، ومن إقليم آسفي إلى إقليم تارودانت جنوبا. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ساهمت الزوايا والمدارس العلمية في إرساء أسس هذا الانسجام والتفاعل، إذ كانت المدارس والزوايا الموجودة في مناطق القبائل الأمازيغية كثيرا ما تستقطب طلابا ومريدين من القبائل العربية، وكانت مدارس وزوايا قبائل أولاد أبي السباع تستقطب أيضا طلابا من القبائل الأمازيغية. وقد لعبت هذه الأخيرة دورا مهما في خلق نوع من التآلف والتعايش بين القبائل السباعية العربية والقبائل الأمازيغية رغم الاختلاف في اللغة والعادات ونمط العيش. استقر أيضا بالمنطقة العنصر الإفريقي الزنجي منذ العصر الوسيط، وخاصة في العهد السعدي، إذ جلب هؤلاء الأفارقة في إطار تجارة العبيد، خاصة وأن شيشاوة كانت من المناطق المعروفة بإنتاج السكر آنذاك. في دوار أيتوزبير المتواجد بجماعة أيتهادي، حيث سيقام الاحتفال بزواج عمر وحبيبة، يعيش الناس هنا كأنهم أسرة واحدة، يمارسون حياتهم في إطار من الود الجماعي، وينتظمون تحت لواء أعراف وسلوكيات وقيم تتمثل في التعاون والإثار والاشتراك في كافة المناسبات الاجتماعية. اليوم سيرافقون أسرة عمر لطلب يد حبيبة. إذا كان الرجال هم الذين يعلنون عن الخطبة ويقيمون شعائرها، فالنساء هن اللواتي تمهدن لها. وإذا وقع التراضي يحمل أبو الفتى الراغب في الزواج مرفوقا بأقاربه وأصدقائه هدايا إلى بيت الفتاة تتمثل في خروف وسكر وقمح وطحين. هاي الحساب البيوم ربي دافن الله نوش هذا الدار كنضرب ضربي اللي حبيبه بنت الحسن ايوي عمر بن علي الحميدي. يترأس وفد الخطبة إمام مسجد الدوار. الزواج شأن القبيلة برمتها، ولا يتردد أي فرد في التدخل لاقتراح ما يراه صائبا أو رفض ما لا يستسيغه، سواء تعلق الأمر بشروط الزواج أو طقوس الاحتفال، كما دأب الجميع على التحدث بالأمازيغية تارة وبالعربية تارة أخرى أو المزج بينهما. بعد تقديم طلب الزواج على أبي الفتاة،
تأكيد القبول على مرأى ومسمع من الحاضرين، إذ أن موافقته تصبح نهائية ولا يمكنه التراجع عنها، فهي بمثابة تعاقد اجتماعي لن يصح إلغاؤه إلا للضرورة القصوى. بعد ذلك يتفق على الشروط وقيمة المهر، وهي غالبا ما تكون زهيدة، كما يحدد تاريخ الاحتفال ويرتبط زمانه في المجتمعات الزراعية بنهاية الموسم الفلاحي. نتضرع الى الله تبارك وتعالى بنادى العريسين نادتني وفق ربي تبارك وتعالى، اللهم اجعلهم ان شاء الله متفقين صالحين يا ارحم الراحمين رب العالمين، وفقهما لما يحبه ويرضاه، اللهم ازرع المحبه بينهما ووفقهما لخير الدنيا والاخره، الله تبارك وتعالى بارك الله لهما وجمع بينهما في خير يا رب العالمين ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تفتتح الاحتفالات بطقس تريات، طقس تقديم الهدايا للخطيبة. تشارك في الاحتفال كل نساء القبيلة، إذ تساهم كل واحدة منهن بهدية يسعين من خلالها إلى تشريف أم الخطيب، إذ كلما ازداد عدد المرافقات وارتفعت قيمة هداياهن تعزز شعورها بالفخر وبسمو مكانتها في القبيلة. إذا كانت هدايا القريبات والصديقات اختيارية كل حسب استطاعتها، فهدايا أم الخطيب هي الأساسية، وأهم مكوناتها ألبسة تقليدية وحلي فضية وحناء. ترافق الموكب النسائي فرق أحواش، ويخرج أهل الدوار عن بكرة أبيهم لمتابعة الحدث. عندما يصل موكب أم الخطيب تخرج أم الخطيبة وقريباتها لاستقبالهم. أن يدخل الجميع توضع الهدايا وسط الفناء وتتحلق حولها فرق أحواش. تنتشر بالمنطقة 3 أنماط من الثراث: أحواش، ورقصة تسكوين العريقة المعروفة عند القبائل الأمازيغية المستقرة في المرتفعات الجبلية، ورقصة حمادة المعروفة لدى القبائل العربية أولاد أبي سباع مجاد التكنة. اختلف الباحثون حول أصل رقصة أحواش بين قائل بأنها ذات أصل أسطوري مرتبط ببعض الطقوس التعبدية الوثنية التي تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، وبين من يقول بأن لها علاقة بقبيلة فيفا المستقرة بالمنطقة منذ العصر الوسيط
كما أشار إلى ذلك البكري، لكن الكل يجمع على أن أحواش هي رقصة الجماعات البشرية المرتبطة بالأرض من خلال زراعتها واستغلالها، وما تتطلبه الدور الفلاحية: الحرث، السقي، الحصاد، الدرس، من التكتل والعمل التعاوني الجماعي. تؤدى الرقص بإيقاع تصاعدي يتحكم فيه الضرب على الدفوف أو الهمز أو الخلف، ويتغير الشكل والألحان حسب تعليمات الرئيس. أما رقصة حمادة العربية فتؤدى بنفس الشكل، وبعض ألحانها تستشف فيها ميول إلى الإيقاعات الأمازيغية الأحواشية. أما من حيث المضمون فهي لا تختلف عنها أيضا في شيء، حيث تتناول جميع القضايا ذات العلاقة بالحياة اليومية بأفراحها وهمومها. بل أكثر من ذلك، فالعديد من سكان بعض الدواوير من القبائل الأمازيغية بمنطقة شيشاوة غالبا ما يرقصون حمادة في أعراسهم ومناسباتهم الاحتفالية أكثر من أحواش. يستمر السمر إلى أواسط الليل، وقبل أن تفترق النساء يضربن موعدا للخروج في اليوم الموالي إلى العين لغسل الملابس. تنزل نساء دوار أي تزبير بصفة منتظمة إلى العين، لكن للنزول إليها جماعة طعم خاص. عين أبين الشهيرة بعذوبة ونقاوة مياهها، والتي كانت محور اهتمام العديد من المؤرخين الذين كتبوا عن المنطقة، ما تزال محور حديث الأجداد لأحفادهم عن دورها في استقرارهم هنا. كانت هذه العين وما زالت مصدرا لحياة الناس، لسقياهم وسقيا أرضهم ومزروعاتهم وماشيتهم ومكان اجتماعهم وتسليتهم واستجمامهم واحتفالاتهم. عين أبين يأتيها القاصي والدان، وللعديد من هؤلاء النسوة ذكريات لا تنسى، فقد شهدت لحظات الرؤية الأولى وبدايات العديد من قصص العشق العذري. فقد كان شبان القبيلة يتحينون فرصة قدومهن لملء جراتهن ليسرقوا نظرات محتشمة. إذا كان للطعام وظيفة الحفاظ على الحياة للفرد، فله أيضا وظيفته للحفاظ على النظام الاجتماعي والتلاحم الجماعي، خصوصا في العالم القروي، علما أن الطعام يحض على الأشكال الثنائية للتحالف في المستويات الدنيا للبنية الاجتماعية، من خلال زواج فردين من أسرتين إلى المستويات العليا في التحالفات بين القبائل. طقس تخمير إذن هو تحالف بين الأسرتين المتصاهرتين، إذ تحرص عائلة العريس أن ترسل عجينا مخمرا لعائلة العروس. لإعداد هذا العجين طقوس أيضا يتم تحضيره من طرف نساء مزوارات
يعني نساء تزوجن مرة واحدة من أزواج تنطبق عليهن نفس الصفة تيمنا بهن، وتستحضر رموز الخير والفأل الحسن والخصل الصوف والبيض. يزين هذا الأخير بخاتم من فضة في إيحاء مباشر إلى الزواج، ويحتفظ به في إحدى الغرف حتى يختمر ويبعث إلى أهل العريس. جهاز عروس شيشاوة بسيط في قيمته، غني بحمولته الرمزية. أهم مكوناته الزربية السباعية التي تجسد فيها نساء المنطقة إبداعا فنيا يجمع بين التوازي الهندسي واختلاف الأشكال والألوان في توافق وانسجام كبيرين. ولأن النسيج فن حضاري عريق، ففضاءاته غالبا ما تدعو النساء والفتيات للتعبير بغنائهن ورقصهن عن سعادتهن، للاحتفاء بالإبداع والاحتفال بالاستمرار والتجدد. يفتتح حفل الحناء بطقس غريب. بعد أن تتوسط العروس الفناء وتحيط بها نساء القبيلة، تقوم إحدى قريبات العريس بوضع الملابس المهداة للعروس على رأس هذه الأخيرة وإزاحتها 3 مرات. بعد ذلك تقوم العروس بمساعدة بعض النسوة بطحن الحناء التي ستستعملها تحت إيقاع أهازيج كلماتها تضرع لله لاستحضار اليمن والبركة. يستخدم المغاربة النباتات في وصفات التطبيب التقليدية والطقوس الاحتفالية، يستعملونها كمحلولات أو مصاحيق، ويكسبها المتخيل الشعبي قدرات سحرية قادرة على استحضار الفأل الحسن والمحبة وحفظ العروس من قوى الشر. أهم هذه النباتات الحناء. تعتبر المعتقدات الشعبية أيضا مكان تخضيب العرائس فضاء سحريا يجب تحصينه بنثر نبات الحرمل والملح. بعد ذلك تتقدم امرأتان لتخضيب يدي العروس بالحناء. تتشبت المجتمعات التقليدية وتعض بالنواجذ على الطقوس والشعائر التي تقام خلال مراحل مفصلية في حياة الفرد كالختان والزواج، لأنها تعتبر هذه الممارسات جزءا من هويتها. حفل الحناء هو أهم طقوس العبور إلى عالم المتزوجين، ويعتمد على المفعول السحري الذي ينسب إلى الحناء لدرء كل خطر قد يهدد سلامة العروس والقبيلة. لإزالتها أيضا طقوس أخرى
إذ تكشط بأعواد قصب ويمسح ما تبقى بجدائل الصوف التي يربط بها الرسخان. يحفظ ما أزيل من الحناء بعناية لكي لا تطاله يد من يسعى إلى الإساءة إلى العروس. تنسحب العروس لتأخذ قسطا من الراحة، فما زال ينتظرها الكثير، فهذه ليست إلا البداية. والحناء ليست إلا حلقة من سلسلة طويلة من طقوس ستقام الليلة لإعدادها للزفاف. ترحل الحناء وتحل الفرجة، الرقص والغناء. يطلق لفظ أحواش على الرقص الجماعي بجميع أشكاله في النصف الجنوبي من المغرب، وبالتحديد في مناطق الأطلس الكبير والصغير، حيث توجد القبائل الأمازيغية المتحدثة بلهجة تشلحت، بالإضافة إلى لفظ أحواش الذي يمكن اعتباره المصطلح الجامع. هناك ألفاظ أخرى تستعمل للدلالة على الرقص والغناء الجماعيين في مختلف مناطق أحواش كالهضرت وأقوال، أقلال، أهنقار، أجمك، أهياب وأعواد، وهي تشير من الناحية المعجمية الصرفة إلى الجزئيات التي تتكون منها فرجة أحواش، وهي الشعر أو النظم والرقص والإيقاع والغناء أو الإنشاد والوظيفة الترفيهية والآلات المستعملة. يستمر السمر وتتناوب الفرق الموسيقية على إحياء الحفل. جاء دور أحواش تيسكوين، رقصة المحاربين. تيسكوين كلمة أمازيغية وهي جمع تيسكت بمعنى القرن،
وهي في شكلها عبارة عن خشبة مقوسة على شكل هلال. على أحد طرفيها يثبت أنبوب نحاسي قصير. كانت فيما مضى تستعمل لأغراض حربية، أما الآن فأصبحت توشى بغلاف معدني وتتخذ للزينة فقط. رقصة تسكوين رقصة حربية تتميز بالإيقاع القوي. حركاتها الرياضية المتنوعة ترمز إلى القوة والبطولة. تحاكي في تتابعها وتناسقها معركة حربية. تصور عمليات الحذر والتوقع والاستعداد للمعركة في شغايم، وتعبر عن المباغثة والانقضاض على العدو في سكور بوتسكا حركوشن، وقفز الحواجز وركوب الخيل في آهياد الميزان بجر أفولوس، واقتفاء أثر العدو وتعقبه في فتش أكال، والمراوغة والقتال في أنقلب هد، ثم نشوة الانتصار وانهزام العدو في أفق أسوس. تعود العروس تحرص فرق أحواش على الاحتفاء بمقدمها، ويتواتر الرقص والغناء. ككل الرقصات الحربية، رقصة تسكوين رقصة رجالية، لكن فرق التراث فضلت إشراك النساء في السنوات الأخيرة. تحرص فرقة حمادة على تحية العروس ومرافقاتها. يؤدى شعر الحمادات مصحوبا بآلات إيقاعية: الطعريجة، المقص، الصينية، وفي بعض الأحيان يستعمل الدف. ينشد المرددون بيتين من 4 أجزاء بإيقاع مهزوز يشبه سوسيات أحواش، ترافقه توقيعات الأقدام الراقصة. ما يميز الحمادات عن أحواش هو غياب تصاعد الإيقاع. الاحتفال بالزواج في شيشاوة مساحة تجسد التعدد الذي تتسم به الهوية المغربية، ففي فضاء واحد تسقط الحواجز الإثنية لتتناوب فرق أحواش وتسكوين وحمادة لإمتاع الحاضرين بأنماط مختلفة من الثراث حتى يلوح الصباح. ما زالت ملابس العروس في يد المرأة التي عهد بها إليها. مرة أخرى ستضع الملابس على رأس العروس وتزيحها 3 مرات. صاحبة الحصير أيضا ستقوم بنفس الطقس. التكرار صفة ارتبطت بممارسة الطقوس، وعدد المرات غالبا ما يكون 3 أو 7، فلهذين العددين حمولة رمزية تكسبهما قوة سحرية في المتخيل الشعبي. المعتقدات الشعبية أيضا تعتبر أن إعداد العروس للزفاف لحظة حرجة تكون فيها هذه الأخيرة في وضعية هشة، وقد تتعرض لسوء إذا لم يتم تحصينها عن طريق إخفاء وجهها
وتحصين المكان الذي تتم فيه الطقوس. ولا شك أن تأثير مكان الطقس بحصير جديد إجراء وقائي يروم درء الأذى. بعد حجبها عن أعين الحاضرين تقدم لها قريبات العريس النباتات العطرية لتبقى. استعمال العديد من النباتات العطرية للعناية بالشعر شيء مألوف لدى النساء المغربية، لكنها تكتسي أهمية خاصة في طقوس الاحتفال بالزواج، ويجب أن يصل عددها إلى 7: الحناء، القرنفل، الورد، الريحان، نبات السعف، سنبل الطيب، والزعفران. بعد ذلك يسدلن شعرها ويضمخنه بخلطة يعبق المكان برائحتها الزكية. يغطين وجهها بخمار أحمر توكيت، ويزين رأسها بباقات من نبات الحبق تشد بعمامة أبيها. يلبسنها أيضا برنسه وتتقلد خنجرا. إخفاء الوجه وارتداء ملابس الأب أيضا طقوس تروم التحصين. يعهد بإلباس الخف لأخيها، عليه أن يضع ورقة نقدية في الخف الأيمن، وعليه أن يسرع ليفلت من ضرب النساء. قبل أن تبارح العروس بيت أهلها يقام طقس آخر لاستحضار الخير والبركة، إذ يخشى حسب المتخيل الشعبي أن يحل الفقر وسوء المآل بعد رحيلها. تحضر أم العروس طبقا به طحين تجلس عليه وتقوم بتقبيل رأسها 3 مرات. وفي لحظة الذروة يصدح مغني حمادة بصوته الشجي بأهازيج الرحيل. والله إنكم يا جيراني وما عمركم سمعتوا عاري. والله إنكم يا جيراني وما عمركم سمعتوا عاري. والله إنكم يا جيراني وعمركم ما سمعتوا عاري. ويتداخل الحزن والغناء والفرح والبكاء. ويا أختي وهي نقيدة وضاوتي في بلاد بعيدة، وباسم الله سميت عليها ويعمل غيري ناديها. والله إنكم يا جيراني وعمركم ما سمعتوا عاري. طقوس الرحيل وهي أيضا لها دلالات رمزية ترتبط بالخصم والفأل الحسن. على العروس أن تحل ببيت زوجها وأن يحل الخير معها. يردف طفل وراءها في إيحاء إلى الرغبة في أن يكون مولودها الأول ذكر، وتصحبها وصيفة تحمل طبقا به بيض ودجاج. العريس أيضا يستعد لاستقبال العروس. بعد أن يغتسل يتزين ويتطيب ويرتدي ملابس تقليدية بيضاء.
تتوقف الحياة بالدوار لينخرط الجميع في الحدث. توزع الأدوار بعفوية. عائلة العروس وفرق أحواش تتبع الموكب. عائلة العريس تترقب الوصول. بعض الأقارب يتعرضون للموكب ويمنعون حاشية العروس من إكمال السير، وهي عادة درج الناس على ممارستها هنا، إذ بمجرد ما يصل الموكب إلى مسجد أو ضريح يوقف أحدهم مطالبا بهدية. يقدم إلى العروس الحليب والثمر. العريس في انتظار الموكب. أتعلمون أين؟ فوق السطح. تمارس هذا الطقس جل القبائل الأمازيغية بجنوب المغرب، وله ارتباط بطقوس الاستمطار في أسطورة الخصب تيسليت وانزار، التي يرمز فيها العريس إلى إله المطر السماوي وتحيل عروسه على الأرض. يرمي العريس على الحاضرين اللوز أو يرشهم بالماء. وفي غفلة من الجميع يتسلل العريس ووزيره إلى إحدى غرف البيت، يمنعه حياؤه من التحرك بحرية. تعلن الأهازيج عن دخول العروس. يحملها أحد أقاربها إلى بيت زفاف ترافقها وصيفتها وأحد الوزراء. قبل أن تجلس العروس عليها أن تمرر الخنجر على جدران الغرفة، بدءا باليمين بمساعدة الوزير. يحظى الطفل بقطعة من الدجاج وبيضة. تقدم لها الوصيفة الدعم والنصيحة.
في اليوم الموالي ينقل جهاز العروس إلى بيت العريس. تجتمع القبيلة بمنزل أهل العروس، يعدون قطع الجهاز، يضعون ما خف وزنه في الصندوق. أما الزرابي والأغطية الصوفية فتثبت فوق ظهر الدابة. ترافق موكب نقل الجهاز فرق أحواش. تنم مكونات الجهاز عن بساطة لا متناهية، وهي سمة تطبع حياة المجتمعات التقليدية، إذ أبى الناس على الاكتفاء باليسير، لكن إقبالهم على الحياة والتعبير عن سعادتهم بعفوية وتلقائية لا يضاهيه شيء. إنه بوح فطري عن سعادة بالانتماء إلى الجغرافية ليس فيها مجال للخبث. تستقبلهم عائلة العريس ويندمج الجميع في أجواء الاحتفال. بسم الله، الحمد لله وحده. يعقد مجلس لتسجيل قائمة الجهاز، وهي عادة دارجة في بعض المناطق بالمغرب، إذ تصر عائلة العروس على تسجيل لائحة مكونات الجهاز وقيمتها في وثيقة يشرف على كتابتها فقيه المسجد. الجماعة وكان المسائل أنت نرى إن شاء الله نسكت الأثمنة سنت. يلا بسم الله بسم الله بسم الله يلا سيدي بسم الله. أنا هو ده سيدي 20,000. لا 20,000 السنت غارطة دو نص مش كتوسي الماركانات كاع السوق 10,000 و20,000 فوالا 10 باش نوفا السوق. شكرا ديال سيدي الله يسخر الله يسخر الله يسخر سيدي الله يسخر سير قيد 15. أنا بسم الله ولا غادي يسوى داخل تصبح مهمة الفقيه صعبة كلما ارتفع الجدال بين الأسرتين، فكلما ذكرت قيمة أحد مكونات الشبار تحتج عائلة العريس. الغاية من هذه القائمة هو حفظ حقوق المرأة عند وقوع أبغض الحلال. على الزوج أن يعيد لها كل هذه الأغراض أو قيمتها. في اليوم الثالث تخرج العروس من الحجبة لتعد طعاما ستحمله إلى عائلتها في أول زيارة. عليها أن تعد قصعة كسكس كبيرة الحجم. لإعداد هذه الوجبة أيضا طقوس، أهمها أنه لا يجوز للقريبات الشروع في الإعداد دون مباركة العروس. إعداد العروس لأول وجبة ببيت زوجها أيضا اختبار لقدراتها ومهاراتها، لكن بنات جنسها يشفقن عليها ويسهلن عليها اجتياز هذا الامتحان الصعب. تقتضي العادة أيضا أن يتم إعداد صنف خاص من الكسكس لهذه المناسبة. إنه الكسكس الحلو القليل المرق والمعد باللحم والبصل والمحلى بالعسل وزبيب العنب والمزين بالبيض واللوز والجوز والثمر.
يحمل قصعة الكسكس أحد الوزراء ويستدعى الأقارب للمناسبة. بعد وصول الموكب تخرج أسرة العروس لاستقبالها. على العريس تقديم هدية نقدية لحماته للتعبير عن امتنانه ورضاه عن هذا الزواج. يفترق الجمع بعد تناول الوجبة. غداء العروس آخر طقس يحضره الرجال، أما النساء فتضربن موعدا للالتقاء في اليوم السابع يوم الحزام. ارتبطت طقوس الاحتفال باليوم السابع أي بعد مرور أسبوع على ليلة الزفاف بالتعبير عن الرغبة في الإنجاب لضمان الاستمرارية والتجدد. طقوس الحزام تقام للوقاية من العقم ولطلب الخلفة. تستحضر خلالها رموز الخصب، الماء، أوراق الحناء، فضلات الأغنام وأغصان الزيتون والرمان. توصل رجلها بهذه الخلطة الغريبة ويقدم لها الماء. عليها أن تقلب الآنية. يتقدم أحد الوزراء لإحاطة خصرها بغصني الرمان والزيتون. تسرع هاربة لاتقاء ضرب الوصيفة والوزير. تعود لإتمام باقي مراحل الطقس. توزع وصيفتها الكحل والسواك على الحاضرات والفواكه الجافة. بعد ذلك تقدم إلى الحاضرات كسرات خبز غمست في الزيت والعسل. أنتج الإنسان منذ وجوده أساطير ليواجه مخاوفه من قوى الطبيعة، وأسس طقوسا للاحتفال ليواجه خوفه من المرور من حياة إلى أخرى.